في كتاب الانتقاد للضعيف والموضوع في باب الاعتقاد. في هذا الكتاب درست كل الكتب التي يطبعها الحشوية، كل الكتب تاعهم، وبينت الأحاديث الضعيفة التي لا يبنى عليها اعتقاد. والعجيب أن الحشوية، لما نقول حشوية فهموا دائما السلفية، لأن هذا هو الاسم العلمي الذي أطلقه علماء أهل السنة على هذه الطائفة. العجيب أن الحشوية لا يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وعملوا بالحديث الضعيف في الأصول. لما حديث ضعيف في فضائل الأعمال قلت لا نعمل به، مع أن جمهور العلماء يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ذكرها علماء الحديث، لكنهم تركوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وفي الفروع، وعملوا بالحديث الضعيف في العقائد. كذلك درست الكتب تاعهم، فوجدت أن أغلب الأحاديث التي بنوا عليها عقائدهم أحاديث موضوعة. اسمعوا يا ناس، اسمع يا الشعب الجزائري، أحاديث مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا منها عقيدة، بنوا عقائدهم على الإسرائيليات، ولذلك تجد أن هذه العقيدة توافق العقائد اليهودية. هذا كتابي بين أيديكم، خرجت الأحاديث كلها، وذكرت الحديث، وذكرت من وضعه، وذكرت الكتاب الذي احتج به، وذكرت الشيخ الحشوي الذي جعل منه عقيدة. هذه العقيدة التي تسير على المنهج اليهودي في الاعتقاد جعلوا منها عقيدة وأطلقوا عليها العقيدة السلفية، وهي كذب. هذه ليست عقيدة السلف رضي الله عنهم.